الفيديو ده هو عبارة عن حلاوة النجاح. خلاص خلصت الحمد لله سنة رابعة وداخلة سنة 5 رسميا كده، أنا بقيت سينيور، يعني سنة التخرج إن شاء الله. أنا كنت حابة إن أنا أعمل حاجة يبان فيها تعبي عشان خاطر أفرح بيها اللي حواليا. فيلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة. أول حاجة جبت كوباية كبيرة مية دافية وحطيت فيها كيسين خميرة فورية ومعلقتين كبار سكر، ومعايا في طبق العجن كيلو دقيق عليه باكو بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من معالق الأكل ملح، وحوالي 6 معالق كبار زيت. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين جبت الخميرة بتاعتي اللي اتفعلت ونزلت بيها على طبق العجن وفضلت أعجن لحد ما العجينة اتعجنت معايا كويس. بعدها دهنت قعر الطبق ووش العجينة بالزيت وغطيتها كويس بالاسترتش وسبتها تخمر 2 ل3 ساعات عشان احنا في الشتاء. وجبت كمية كبيرة من الطماطم وضربتها في الكبة عشان اعملها عصير. في صينية او طاسة على النار فيها زيت هنزل ب3 فصوص توم كبار مفرومين، بعدها هنزل بمعلقة صغيرة مليانة على اخرها زعتر، بعدها على طول هنزل بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط، وهسيب الطماطم على النار تتسبك براحتها خالص. بعد ما الطماطم تتسبك هنزل بمعلقتين صغيرين سكر ومعلقتين صغيرين بصل بودرة ومعلقتين صغيرين بابريكا، وطبعا ظبطوا الملح بتاعها. والصلصة على النار بتتسبك قطعت طماطم وفلفل قطع صغيرة جدا، وجهزت الجبنة الموتزاريلا وميكس الجبن بتاعي في طبق، وجهزت الصواني بتاعتي كلها ودهنتها بالزيت. والعجينة بتاعتي كانت خمرت خلاص، نقلت كل حاجة على الترابيزة اللي هقعد اشتغل عليها وبدأت اشتغل. اولا العجينة خمرت، كانت طرية جدا جدا، خدت منها حتة صغيرة قوي على ايدي، شكلتها في شكل كرة صغننة وبططتها كده في الصينية وهي مدهونة زيت، وكملت باقي الصاج كله بنفس الشكل. بعدين دهنت العجينة كلها بالصلصة وحطيت عليها فلفل وحطيت عليها طماطم، واخر حاجة حطيت عليها الجبنة الموتزاريلا وميكس الجبن. سخنوا الفرن من قبلها على اعلى درجة حرارة ولمدة نص ساعة. دلوقتي الصاج بقى جاهز ان هو يخش في الفرن، ما بيقعدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي، وتلاقوه احمر من تحت ومن فوق، مش بيحتاج حتى تشغلوا عليه الشوايه. اول ما يطلع من الفرن مش محتاج ان انتوا حتى تغطوه ان هو بيبقى طري جدا، بس عشان خاطر يبقى طري اكتر خليكم كامرينه بحاجة دافية زي مثلا صاج تاني يكون قده بالظبط في الحجم، او ان انتوا يكون عندكم ورق فويل وتغطوه بيه. بجد بجد الميني بيتزا دي تحفة تحفة، جميلة جدا جدا، طرية قوي قوي وطعمها حلو. والصلصة على فكرة لو فاض منها كمية زي ما حصل معايا كده ممكن نعبيها في علبة ونشيلها في الفريزر، لو جينا نعمل بيتزا في يوم من الايام نبقى نطلعها. بجد الصلصة بالطريقة دي ريحتها تحفة وطعمها جميل جدا. ممكن تشكلوها بطريقة تانية، وهي ان انتوا تفردوا العجينة كلها وتجيبوا حاجة زي كوباية وتقطعوها بيها، بس انا ما بحبش الطريقة دي، انا بحب افردها واحدة واحدة. هي بتاخد وقت طويل بس فعلا بجد بيكون طعمها تحفة. جربوا الطريقة دي فعلا بتبقى رهيبة، تقدروا تعملوها بالحشوة اللي تحبوها، حقيقي مجرمة. ونصيحة بس وانتوا بتعملوا الصلصة، الزعتر طعمه حلو وريحته تجنن، بس ما تزودوش من كميته لانه بيعمل مرارة، بيخلي طعم الصلصة مر قوي. كمية الصلصة دي كانت حوالي 1.5 كيلو طماطم، فعشان كده انا حط عليها معلقة كبيرة من معالق الشاي زعتر مليانة. فشوفوا هتعملوا كمية قد ايه من الطماطم وظبطوا الزعتر على قدها، عشان لو زاد بيعمل مرارة خلوا بالكم. كيلو الدقيق بالظبط عمل معايا 91 قطعة، بألف هنا وشفا يا رب على اللي اكلهم. وما تخافوش ابدا من انتوا تحطوا البيتزا كلها جنب بعضها وتلزقوها في الصاج، مش هتلزق في بعضها ولا اي حاجة خالص، بالعكس هتبقى جميلة جدا. مفيش حاجة اجمل من ان الانسان لما يفرح يحب يفرح اللي حواليه معاه بحاجة هو تعبان فيها وحط كل جهده وحبه فيها.